مرحبا بكم في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. ناس كتيرة جدا بتسألنا عن دولة في أوروبا تكون فيزتها سهلة والسفر ليها سهل وتكون رخيصة وفيها حاجات كتيرة تتشاف وتتعمل. جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة البلقان الرائعة، كل الناس عارفاها عشان الحرب، ولكنها طورت من نفسها جدا وبقت تشجع ان السياح يجوها من جميع أنحاء العالم. وأجمل حاجة فيها ان شعبها لذيذ ومضياف وطيب جدا. أنا هنا قلت لازم اركب مع اشهر سواق تاكسي موجود في سراييفو هنا. الراجل ده كل الناس بتحب تركب معاه وبتديله فلوس زياده عشان خاطر شبه روبرت دينيرو جدا. اتفرجوا كده. Yeah, you look like Robert De Niro. Thank you, thank you. Yes, yes. I'm brother. Yes. Everyone say, what do you think? Robert De Niro. No, bro. Yeah. Can you say something, Robert De Niro, for the camera, for my fans? Да, kako da ne? Moj De Niro i ja sam dva brata. Brothers. زي ما قلت الشعب البوسني طيب ومضياف وبسيط، واستغربت في الأول من كمية المصريين والعرب اللي موجودين هناك، ولكن لما سألت لقيتهم إن هم متجوزين من بنات بوسنيين، وده يرجع للتشابه الكبير في العادات والتقاليد بين الشباب المصري والعربي وبنات البوسنة. وده لأن أغلبية الشعب البوسني مؤمن بربنا، والعلاقات اتحسنت جدا بين العرب والبوسنيين بعد حرب البوسنة. أشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. عايزين نتفرج يا جماعة، أول مرة نسمع الأذان في أوروبا هنا في سراييفو عاصمة البوسنة. الحاجة الجميلة جدا إن الراجل بيطلع على المأذنة زي ما أنتم شايفين فوق وبيقدم. تعالوا نتفرج كده. من أجمل الحاجات اللي عملتها في الرحلة دي إن أنا قابلت صديق من أصدقائي القدام اللي سافر واتجوز من البوسنة وعاش فيها أكتر من 15 سنة، وده واضح جدا زي ما انتم شايفين في الميكس الجميل الرائع في بناته. ربنا يحفظهم ليه يا رب ويبارك فيهم، لأن ده يعتبر المثال الطبيعي لأي مصري أو عربي هيتجوز من بوسنية، أطفاله هيطلعوا أمارات زي البنات الجمال دول سارة وفريدة. من أكتر الأشياء اللي بتميز البوسنة عن دول كتيرة جدا تانية في أوروبا هي الأسواق. تعالوا نشوف. ده السوق القديم هنا في سراييفو، بيفكرني بأسواق خان الخليلي عندنا، طبعا مع فرق عظيم ان خان الخليلي أحلى بكتير جدا من هنا. بيفكرني بأسواق الغردقة وشرم الشيخ والأماكن الجميلة اللي عندنا في مصر. سوق رائع، هتلاقي كذا شارع داخل في بعضه، كلها أسواق وفيها ناس تراقوة كتيرة جدا، فيها عرب كتير جدا. معاملتهم حلوة جدا، أسعارهم حلوة جدا، كل حاجة في أسواق البوسنة بجد رائعة. ولكن كل كوم والأكل البوسني كوم تاني، بجد أكل تاريخي عالمي ملوش حل. اي حد يجي البوسنه لازم هياكل الاكله الرسميه بتاعتهم، الاكله القوميه بتاعتهم، الاكله اللي هي زي الفول والطعميه عندنا في مصر كده. الاكله دي اسمها شباب شيشي، دي اشهر اكله عندنا. تقريبا عامله زي الكفته عندنا، يعني هي تقريبا زي الكفته، لكن بيقولوا طعمها رائع، طعمها جميل جدا جدا جدا. ازاي بيعملوها هنا؟ شايفين العيش، رغيف العيش ما شاء الله عندهم، رغيف العيش المدعم ده الجميل بتاعهم ابو شيلن ده هنا في البوسنه 100 100. سمون
بس بقى ناخد كده مع بعض، ناخد بألف هنا وشفا شباب شيش. شباب شباب له كده طعم، ونقول ايه طعمه حلو ولا وحش هنا محل جالو. شباب تشيشي. شباب تشيشي 100 100 يا رجاله. تسلم. هم ده الكباب عندنا بالظبط والكفته، ولكن هنا اسعارها جميله جدا. ال10 صوابع بحوالي 25 30 جنيه مصري. طعمها جامد جدا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا فولو على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا جديدة أول بأول. صفحتي على الانستجرام فيها صور فيديوهات حصرية مش موجودة في أي حتة تانية. أشوفكم على خير بإذن الله في حتة تانية كتيرة جدا. أحمد حجاجوفيتش، سلام.